الأستاذ أحمد أبو اليزيد صاحب القطعة رقم 7 رسم خارطة طريق حقيقية لكل شاب بيفكر يبدأ زراعة الزيتون في تجمع خشم الجاد من قلب الأرض، بالأرقام وبالتجربة. ناس زي دي مش بس بتزرع شجر، دي بتفتح سكة وتنور درب وتدي أمل. جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد، ونعم القدوة. وقبل ما نكمل في التفاصيل لازم نقف وقفة عند أصل الحكاية. هيحكيها لنا الدكتور مصطفى مدبولي عبد الوهاب، صاحب القطعة رقم 33، واحد من الناس اللي بدأوا يزرعوا فعليا في تجمع خشم الجاد. قال لينا التجمع ده مش طالع من فراغ ولا اتعمل عشوائي، ده جزء من مشروع قومي رؤية دولة وخطة واضحة من البداية. فكرة بدأت على ورق وتحولت لأرض وبيوت وشجر. خشم الجاد باب من أبواب الأمل، وأي شاب بيقدر يعدي منه لو عرف الطريق وبدأ. تعالوا نبدأ مع بعض ونعرف أكثر عن التجمع. فين مكانه؟ يبعد قد إيه؟ ملوحة المياه؟ وإيه أنسب الزراعات اللي تنجح هناك؟ هيكمل معانا الرحلة الأستاذ أسامة السيد، صاحب القطعة رقم 22. قال لينا تجمع خشم الجاد في شمال سيناء، تابع مركز ومدينة الحسن. طب إزاي نوصل التجمع؟ التجمع يبعد 170 كيلو عن نفق السويس و195 كيلو عن نفق الإسماعيلية. لو جاي من الإسماعيلية هتركب من عند بنزين الطاير الكيلو 61 بغداد، ومن هناك تركب لمركز الحسنة، ومن الحسنة للتجمع حوالي 25 كيلو، ومن طريق الحسنة إلى التجمع 12 كيلو متر على طريق أسفلت، ما عدا 2 كيلو بس سيتم رصفه. ولو جاي من القاهرة في مواصلات من موقف السلام، أو تحجز شركات رحلات زي شركة الأصدقاء لمدينة نخل، ومن نخل للعريش، وفي نص الطريق هتنزل أمام مدخل التجمع. هيكون بينك وبين التجمع 12 كيلو. هتركب أي عربية تدخلك، ما تقلقش الحركة هناك شغالة. احنا كده وصلنا للتجمع. تعالوا نقرب العدسة شوية ونشوف المكان من جوه، بيوته، أرضه، خدماته. يعني مش بس أرض تزرعها، ده مجتمع ممكن تعيش فيه. التجمع بيضم 157 بيت، حوالي 785 فدان جاهزين للزراعة. المرحلة الأولى 78 بيت تم تسليمهم والزراعة بدأت بالفعل. المرحلة التانية 79 بيت و395 فدان. المرحلة التانية تحت التشطيب، وبطمنك إن في مقاولين شغالين هناك. جوه التجمع هتلاقي وحدة صحية بتخدم الأهالي بس لسه ما اشتغلتش، مدرسة تعليم أساسي لأولاد المنتفعين، ملعب كرة قدم للترفيه والأنشطة، جيم رياضي بسيط، سوبر ماركت فيه كل المستلزمات الغذائية الأساسية. يعني لو استقريت مش هتحتاج تنزل المدينة كل يوم ولا تدور على أبسط حاجاتك بره. كمان في شبكة محمول، بس النت هناك شبكة اتصالات فقط عشان تكون عامل حسابك. كمان موجود وحدة حراسة من الجيش في قلب التجمع. التجمع معمول بفكر عمراني حقيقي، مش مجرد توزيع أراضي. أقرب مستشفى في مدينة الحسنة بتبعد 24 كيلو. بعد ما عرفنا الطريق وصلنا للتجمع وشفنا البيوت والخدمات، دلوقتي جه وقت الأرض والمية والتربة والمحاصيل اللي تنجح في تجمع خشم الجاد. مكمل معانا الرحلة الأستاذ أسامة السيد، هو اللي هياخدنا دلوقتي في جولة وسط الأرض ويحكي لنا عن ملوحة المياه، خصوبة التربة، وأهم الزراعات اللي اشتغلت على أرض الواقع. أول حاجة عايز أطمن الناس عليها، مشكلة الجمال مش موجودة عندنا في تجمع خشم الجاد. يعني مش هتحتاج تعمل سور سلك حوالين الأرض وتتحمل تكاليف زيادة. طبيعة التربة طفلية جيرية، مفيش أرض صخرية في التجمع. ملوحة المياه في التجمع بتتراوح ما بين 4000 إلى 4500 جزء في المليون. وعلى الأرقام ديت أنسب زراعة هي زراعة الزيتون، وده بيجي في المرتبة الأولى بجدارة. كمان من المحاصيل اللي نجحت القمح، الشعير، والبصل. بس لو ناوي تبدأ مشروعك هنا أنصحك تبدأ بالزيتون، مقاوم، يتحمل، وسوقه موجود. مجتمعين كلنا في التجمع على أصناف الكورناك والكرواتينا والبكول.
يعني لو فكرت تزرع هنا الزيتون هو الرهان الآمن. بس السؤال اللي بيقابل أي شاب واقف على أول الطريق، أبدأ إزاي؟ واصرف قد إيه؟ وبكام؟ عشان كده هنرجع للأستاذ أحمد أبو اليزيد، واحد من أوائل الناس اللي بدأوا فعليا في الأرض، واللي مش بس زرع، ده وثق كل خطوة وساب لنا خريطة طريق لأي حد عايز يزرع 5 فدان زيتون. تعالوا نسمع منه. أول ما تستلم الأرض هتبدأ بحاجة بسيطة جدا، هتدق 4 حدايد حوالين الأرض عشان تحدد المساحة، ودي أول علامة إن الأرض دي بقت مسؤوليتك أنت. بعد كده بتبدأ بتسوية الأرض، ده ممكن تكلفك حوالي 10,000 جنيه مدعومة من الدولة، لكن لو اشتغلت بإيد عاملة من بره الرقم ممكن يعدي يوصل 30,000 جنيه، وفي ناس فعلا دفعت كده في نفس التجمع. التسوية خطوة أساسية علشان تقدر تمد شبكة الري الصح وما تندمش بعدين. مساحة ال5 فدادين تقريبا 200 متر في 100 متر. قسمها من الأول بعقلك، اعمل مشاية في النص، طريق بسيط بين الصفوف يسهل الحركة والنقل والمتابعة، خصوصا لو معاك تروسيكل أو عربية صغيرة. بعد التسوية هتبدأ تعدل في شبكة الري حسب المسافات اللي هتزرع عليها. الدولة بتسلمك شبكة ري على مسافات 6 في 6 متر، بس أغلب الناس عدلت ل5 في 5 علشان تقدر تزرع محاصيل تانية بين الصفوف وتعوض جزء من التكاليف. كل 5 فدان بيحتاجوا حوالي 10 لفات خرطوم. الدولة بتسلمك 7 لفات، يعني عليك 3. سعر اللفة 1500 جنيه، 3 في 1500 ب4500 جنيه. مع تعديل الشبكة والعمالة الموضوع كله ممكن يتكلف لحد 30,000 جنيه. يعني هنقول التسوية وتعديل الشبكة والخراطيم 50,000 جنيه. تمام؟ بعد كده ندخل على الزراعة نفسها. كل فدان بيحتاج حوالي 160 شتلة زيتون، في 5 يساوي 800 شتلة. الشتلة الواحدة ب30 جنيه، يعني هنقول 800 في 30 يساوي 24,000 جنيه. ما ينفعش تزرع صنف واحد بس من الزيتون في الأرض كلها، لازم تخلط بين صنفين أو 3، يعني تعمل صفين من صنف وبعدهم صف من صنف تاني، أو صف وصف، أو 3 صفوف وراهم صفين مختلفين. ليه؟ عشان التلقيح. قبل ما تزرع لازم تحفر الجور، 800 جورة. سعر حفر الجورة الواحدة 8 جنيه، يبقى 800 في 8 ب6400 جنيه، مدعومة برضو من الدولة، بس لو اشتغلت أهالي التكلفة هتعلى. بعد الحفر هتحط الكمبوست أو السماد البلدي. كل فدان محتاج حوالي 3 طن كمبوست. سعر الطن 1500 جنيه، في 3 ب4500 جنيه، في 5 فدادين يعني التكلفة 22,500 جنيه كمبوست. نقول 30,000 جنيه بالعمالة. يعني لو هتبدأ زراعة 5 فدان زيتون من أول يوم وتعمل كل حاجة صح هتحتاج حوالي من 100 إلى 110,000 جنيه. واوعى تمشي ورا كلام اللي يقولك ازرع زيتون مكثف. الزيتون المكثف مش لأي أرض ومش لأي ظروف. في تجمع زي تجمع خشم الجاد مع ملوحة المياه، الرهان الآمن هو الزيتون العادي، يعيش أكتر ويتحمل ويكسبك على المدى الطويل. وده كلام حقيقي من تجربة الأستاذ أحمد أبو اليزيد. الزراعة مش بس اشتلات، الزراعة خطوات ونفس طويل ومصاريف مستمر، وعشان كده سموها خارطة الطريق، مش علشان تحفظها لكن عشان تمشي عليها واحدة واحدة. ولو عندك فكرة جديدة تقدر تنفذها وتوفر لنفسك هيكون أفضل. وتعالى وابدأ من دلوقتي. أرضك بتنده تعالى ما حد غيرك يطير. بس استنى، تعالى هنا ريح فين؟ خليني أقولك الحقيقة كاملة قبل ما تبيع دهب المدام ولا تروح تجيب قرض وتقول هزرع 5 فدان زيتون. لازم تبقى عارف إن الزراعة دي محتاج يتصرف عليها كل سنة، يعني مش 100,000 وخلاص، دي البداية مش النهاية.
كل سنة ممكن الفدان يصرف 15,000 جنيه، في 5 يساوي 75,000 جنيه سنويا مصاريف 5 فدان زيتون، يعني 6,000 جنيه شهريا، وممكن تزيد مصاريف متابعة، تسميد، عمالة، صيانة، مكافحة آفات. وعشان كده ابدأ على قدك، ابدأ فدان فدانين، المهم تقدر تكمل. الزراعة مش خطوة واحدة، الزراعة نفس طويل. لو مش قادر تمشي المشوار للنهاية بلاش تبدأ بخطوة كبيرة تكعبلك، فول الطريق، احسبها بعقلك. وفي نهاية الرحلة لازم نوجه الشكر لرجال المدينة اللي كان ليهم دور كبير في توصيل الصورة بصدق ومن قلب الأرض. شكرا للدكتور مصطفى مدبولي صاحب القطعة رقم 33 اللي شاركنا تجربته وقدم لنا خلفية واضحة عن المشروع ورؤية الدولة. شكرا أستاذ أسامة السيد صاحب القطعة رقم 22 اللي ما كانش بس بياخدنا في جولة وسط الأرض، ده كان بيفتح لنا باب من اللي كان عداه بنفسه، غلط وتعب وقف ورجع كمل، وكل ده علشان يقول للي بعده الطريق أهو أسهل لك من اللي أنا مشيت. شكر خاص جدا للأستاذ أحمد أبو اليزيد اللي مش بس زرع، ده رسم لنا خارطة طريق كاملة عشان أي شاب يبدأ وهو شايف الطريق من أوله. الورقة اللي كتبها الأستاذ أحمد أبو اليزيد بخط إيديه فيها كل التكاليف خطوة بخطوة. لو عاوز تشوفها وتبدأ صح انضم لجروب القناة على الواتساب، الرابط موجود في وصف الفيديو. هناك هتلاقي الورقة وهتلاقينا ناس زيك بتحلم وبتبدأ وبتسأل وبتساعد بعضها، وده أصل الحكاية. قناة خيرات وادي سعاد، من الناس وإلى الناس. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر، رجل أكثر. السلام عليكم.